سبلنتر الأب الروحي للسلاحف، وفي بعض الأحيان بيكون أبوهم الحقيقي هو اللي علمهم يكونوا نينجا ورباهم عمرهم كله. فيديو النهاردة هنتكلم عن قصته وإزاي تحول للهيئة بتاعته دي، وهل هو كان إنسان أصلا وإيه علاقته بشريدر. بس خلي بالكوا الفيديو ده بيتكلم على النسخة الأولى خالص اللي هي بتاعة الميراج، اللي هو أول كوميك، مش بنتكلم على بتاع 2012 وبتاع 2003، لأن كل واحد منهم ليه قصة مختلفة عن التاني بشكل كبير. ولو عايزين فيديو عن كل واحد فيهم أنا ما عنديش أي مشكلة، فيلا بينا ندخل في الموضوع. حاجة ممكن تكون ما تعرفهاش عن سلاحف النينجا إنها أصلا ابتدت كاقتباس من كوميكس داري ديفل بتاع مارفل في أصل القصة، وحتى في الأسماء زي مثلا الهاند كلان بقوا الفوت كلان، والمعلم بتاع داري ديفل اسمه ستيك واللي معناها عصاية، واللي اشتقوا منها اسم سبلنتر اللي هو شظية من العصاية، أو يعني سبلنتر دي معناها مثلا شظية، أو فاهم قصدي. يعني القصة بدأت بهاماتو يوشي، واللي هو كان بينه وبين عشيرة الفوت طار قديم. بشكل مختصر حصل موقف خلى هاماتو يوشي يقتل أوروكوناجي اخو اوروكوساكي الكبير. تعرف بقى تفاصيل الموضوع ده هتلاقي فيديو انا عملته عن اول شريدر، خلص الفيديو ده ويبقى تشوف. المهم اللي حصل ده ادى لهروبه لامريكا هو وزوجته والفار اللي كان مربيه سبلنتر. الفار ده بيكون الحيوان الاليف بتاعه، ومرات كتيره جدا كان بيتفرج عليه وهو بيتمرن ويحاول يقلده، وده اللي خلاه يتعلم اسلوب النينجا، وكل حاجه كانت ماشيه جميله لحد ما يجي اليوم اللي هيغير كل حاجه. بالليل هاماتو يوشي يدخل بيته يلاقي مراته مقتولة وقدامه شخص غريب مدرع كده واقف قدامه، يكشف له عن هويته الحقيقية ويعرفه ان هو طبعا اوروكوساكي شريدر ويقتله. والوحيد اللي بينجو من المشهد ده واللي شاف كل حاجة وشاف المعلم بتاعه بيتقتل قدام عينه هو سبلنتر، واللي بيقع من فوق من الصدمة وينزل في الشارع. بعد فترة حصل حادث مرور، راجل كبير كان ماشي في الطريق وكان هيخبط في عربية شاحنة، لولا ان في شاب اتحرك وحاول ينقذ الراجل وفعلا عرف يبعده من قدام العربية. بسبب اللي حصل ده العربية لما فرملت بتفتح بالغلط وتوقع منها علبة كانت شايلة مادة مشعة غريبة. المادة دي بقى بتنزل في البلاعات. وكمان كان في ولد كان شايل 4 سلاحف مربيهم معاه، السلاحف دي بتقع بسبب ان الشاب وهو بيجري خبط في السلاحف ووقعوا معاهم في البلاعه برضه. المهم بقى سبلنتر بينزل علشان يشوف ايه اللي حصل، شالهم على جنب وراح عشان ينام. صحي فجأة لقى نفسه فار كبير ولقاهم نسبيا كبروا، وكمان بقى عنده وعي وذكاء. وهنا بيقرر ان رحلة انتقامه لمعلمه تبدأ من هنا باستخدام المهارات اللي كان اتعلمها من تقليد والحركات عماتو يوشي، يعلمها هي للسلاحف ويربيهم ان هم يبقوا محاربين نينجا اقوياء. دربهم فترة طويلة جدا لحد 15 سنة وبقوا بالغين، والسبب ان هو يجهزهم لمعركة قوية جدا قدام اوروكوساكي عشان ينتقم لمعلمه. نسخة سبلنتر دي كانت مختلفة جدا في حتة الدوافع عن اي نسخة لسبلنتر، لان في الطبيعي سبلنتر بيبقى بيعلمهم علشان مثلا يبقوا اقوياء يعرفوا يدافعوا عن نفسهم، لكن ده دربهم العمر كله علشان يبقوا جاهزين ان هم يقتلوا شريدر. وانا مش بقول انه غلط، لكنه في الغالب سبلنتر بيبقى بيتجنب المشاكل، بيحاول مثلا ما يدخلهمش في مواقف صعبة، لكن هنا هو عارف كان بيعمل ايه، على عكس مثلا نسخة 2012 واللي كان بيحاول يحميهم بكل الطرق، واللي انا عن نفسي بفضلها اكتر. المهم بعد 15 سنة السلاحف بيرسلوا دعوة لاوروكوساك انه لو عايز يسترد الشرف اللي راح منه لما قتل يوشي ومراته يقابلهم في الميعاد ده على سطح المبنى. وده بيبقى غريب قوي بالنسبة لساكي، لانه المفروض حاجة زي كده محدش يكون عارفها، لان مفيش حد شاف الحادثة دي غير سبلنتر، هو طبعا ما يعرفش اللي حصل. الدعوة المفروض هي بتقول له ان هو يواجه الاربع محاربين دول من غير ما يعرف اي معلومة عن هويته. طبعا ساكي ما قدرش يرفض حاجة زي كده، لانه بالمنطق يعني حد عارف حاجة زي كده لازم يخلص هو كمان. عشان هنا بقى تحصل مواجهة مهمة جدا، بس شريدر ما بيجيش لوحده، بيجمع معاه طبعا جيش من الفوت كلان، لكن السلاحف بيقضوا عليهم تماما. عشان تبدأ المواجهة أخيرا السلاحف كلهم بيحاولوا يعملوا أي حاجة قصاد شريدر، لكن شريدر بيبقى أقوى الفترة، بس السلاحف بيعرفوا إن هم يبقى ليهم اليد العليا ويجرحوا صدر شريدر، وكمان ليوناردو يطعنوا. لكن بقى اللي بيحصل بعدها بيكون جامد جدا. بيقوم شريدر بقى، لا عايز تعرف إيه اللي حصل شوف الفيديو اللي أنا عملته عن قصة أول شريدر واللي هيطلع لك في الآخر خالص. وأنا آسف على الطريقة اللي قفلت بيها استرجي دي، بس معلش عايزين نشغل الفيديو التاني برضه، لاني بصراحه مش هحكي نفس القصه مرتين. فانت قول لي ايه رايك في الفيديو ده، وايه افضل نسخه لسبلنتر بالنسبه لك، ممكن نعمل عنها فيديو قريب ان شاء الله. طبعا ما تنساش تشوف قصه اول شريدر اللي هتطلع لك دلوقتي على طول، وبس سلام. الازرق
العملاق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه. أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات. رافائيل شاب لا يحب النزاع. مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء. المعلم سبلنتر أعطاه مهارات يحاربنا بها كل العصابات.